السلام عليكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. هحل معاكم النهاردة الامتحان التاني محافظة الجيزة. أول سؤال: أكمل العبارات الآتية. المثلث أ ب ج فيه أ ب الكل تربيع بتساوي أ ج الكل تربيع ناقص ب ج الكل تربيع، فإن المثلث قائم الزاوية فيه نقط. هنا عايزين نعرف فين الوتر. الوتر بيكون هو الكبير، هو اللي بنطرح منه. يعني أ ب ده مش هنا دوت أ ب ده ضلع من أضلاع القائمة، عشان نجيبه بنطرح من الوتر الكبير. لكن لما بنكون جامعين بيكون أ ب ده، لو هنا في جمع هيكون أ ب ده الوتر، لكن هنا عشان طرح يبقى أ ب ده ضلع من أضلاع القائمة. طيب فين الوتر؟ الوتر اللي هو الضلع الكبير اللي أنا بطرح منه. يبقى كده عندي الوتر أ ج. يبقى هنا المثلث هيكون قائم الزاوية في زاوية ايه؟ الزاوية اللي قصاد الضلع أ ج. مين اللي الزاوية اللي قصاد أ ج؟ هتكون زاوية ب. بعد كده السؤال التاني: المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول ومحصورة بين مستقيمين متوازيين هتكون ايه؟ هتكون المثلثات دي متساوية في المساحة. هتكون متساوية في المساحة. لو انا عندي مثلثين القواعد بتاعتهم متساوية ومحصورين بين مستقيمين متوازيين، هنستنتج ان المثلثين دول هيكونوا متساويين في المساحة. بعد كده السؤال الثالث: يتشابه المثلثان إذا كانت نقط المتناظرة متطابقة. احنا واخدين شرطين للتشابه. أول حاجة الزوايا المتناظرة تكون متساوية، تاني شرط الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة. هو هنا قايل متطابقة، متطابقة يعني متساوية، يبقى كده هتكون الزوايا إذا كانت الزوايا المتناظرة متطابقة. لكن لما بنتكلم على الأضلاع المتناظرة هتكون متناسبة. بعد كده السؤال الرابع في الشكل المقابل: مسقط القطعة أ ب على المستقيم أ ج هو نقط. كده هنجيب مسقط كل نقطة لوحدها. أ ب الألف مسقطها هتكون ايه على أ ج؟ هتكون نفسها لأنها موجودة عليها. يبقى كده أول حاجة مسقط النقطة أ هتكون هي نفسها أ. بعد كده هنجيب مسقط النقطة ب. النقطة ب لما ننزلها ونسقطها على المستقيم أ ج هتنزل عند النقطة د. يبقى كده النقطة ب مسقطها عند النقطة د. يبقى كده مسقط القطعة أ ب هيكون على المستقيم أ ج هتكون مسقطها اللي هو أ د. بعد كده السؤال الخامس: معين طول قطريه 6 سنتي و10 سنتي تكون مساحة سطحه تساوي نقط. المعين ليه قانونين: طول الضلع في الارتفاع، وهنا مش مديني ولا طول ضلع ولا ارتفاع. في قانون تاني للمعين: نص حاصل ضرب القطرين، يبقى هضرب نص في حاصل ضرب القطرين 6 في 10. نص الستة 3 في 10 هيبقى ب30 سنتيمتر مربع. يبقى هنا مساحة المعين هتبقى ب30 سنتيمتر مربع. بعد كده السؤال التاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول: مضلعان متشابهان النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما 3:5، فإن النسبة بين محيطهما هتساوي نقط. هنا دلوقتي النسبة بين طول ضلعين في مضلعين متشابهين هتكون برضو بتساوي نفس النسبة بين المحيطين. يعني هنا النسبة 3:5 هتكون المحيطين برضو النسبة بينهم 3:5. بعد كده السؤال التاني: مربع محيطه يساوي 20 سنتي تكون مساحته تساوي نقط. عشان نجيب مساحة المربع محتاجين نجيب طول الضلع، عشان مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. احنا هنا ما عندناش طول الضلع، بس هنقدر نجيبه من المحيط. هنقسم المحيط على 4 نجيب طول الضلع. يبقى كده طول الضلع هيساوي المحيط اللي هو 20 هنقسمه على 4 هيكون بيساوي 5 سنتي. اقدر دلوقتي اجيب المساحة اللي هو طول الضلع في نفسه. هضرب 5 في 5 هتكون بتساوي 25 سنتيمتر مربع. الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال الثالث: شبه منحرف مساحته 100 سنتيمتر مربع وارتفاعه 5 سنتي يكون طول قاعدته المتوسطة هيساوي نقط. هنا دلوقتي مديني المساحة ب100. لو هعوض في القانون بتاع مساحة شبه المنحرف اللي هو طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع، مساحة شبه المنحرف مديهالي ب100
وهو عايز طول القاعدة المتوسطة، وأنا عندي الارتفاع مديهولي ب5، هضرب في 5. يبقى كده طول القاعدة المتوسطة هيكون بكام؟ عشان نجيب طول القاعدة المتوسطة هنقسم المساحة على الارتفاع، هيكون بيساوي 100 على 5، هتكون بتساوي 20، أو أقول كام أضربه في 5 يديني 100، هيكون 20. يبقى الاختيار الأول ألف. بعد كده المثلث أ ب ج متساوي الساقين، فيه أ ب يساوي أ ج، وعندي أ د عمودي على ب ج، فإن مساحة المثلث أ د ب هتكون بتساوي ايه من مساحة المثلث أ ب ج. هنرسم المثلث أ ب ج. أ متساوي الساقين، عندي أ ب بتساوي أ ج، ونزل من أ عمود على دلوقتي طالما عندي مثلث متساوي الساقين ونزل منه عمود، العمود ده هيكون بينصف القاعدة، يعني اقسمها نصين قد بعض. طالما انا عندي ده المنتصف ب ج، اصبح أ د ده اسمه ايه دلوقتي؟ اسمه أ د ده متوسط. أ د بقى متوسط. المتوسط بيعمل ايه في المثلث؟ بيقسمه لمثلثين متساويين في المساحة. يبقى كده المثلث أ د ب هيكون بيساوي مساحة المثلث أ د ج. هو هنا دلوقتي عايز مساحة المثلث أ د ب بيقارنه بمساحة المثلث الكبير اللي هو أ ب ج. يبقى المثلث الصغير هيكون نص مساحة المثلث الكبير، يبقى كده الإجابة هتكون نص. بعد كده السؤال رقم 5، إذا كانت القطعة أ ب عمودية على القطعة ب ج، فإن مسقط القطعة أ ب على المستقيم ب ج هو نقط. هنا عندي قطعة عمودية على قطعة، يعني عندي أ ب عمودية على ب ج، أ ب عمودية على ب ج. كده لما يكون عندي قطعة عمودية على قطعة فالمسقط بتاعها بيكون نقطة. ازاي؟ لو أنا عايزة أجيب مسقط أ ب، هنجيب مسقط كل نقطة لوحدها. الألف لما نسقطها على ب ج هتنزل في النقطة ب، والب مسقطها هيكون نفسها عشان هي موجودة على ب ج. يبقى كده مسقط النقطة، مسقط القطعة أ ب هيكون النقطة ب، اللي هو الاختيار نمرة د، هيبقى النقطة ب. بعد كده السؤال الثالث، أ في الشكل المقابل مديني أ ب ج مثلث فيه د منتصف ب ج، وعندي ه تنتمي للقطعة أ د، برهن أن مساحة المثلث أ ب ه اللي هو ده بتساوي مساحة المثلث أ ج ه اللي هو ده. عايزين نثبت إن المثلثين دول مساحتهم متساوية. أول حاجة أنا عندي من د منتصف ب ج، فأنا عندي أ د ده متوسط في المثلث الكبير، يعني كده قسم لي المثلث الكبير لمثلثين متساويين. يعني أنا عندي مساحة المثلث أ د ب هتكون بتساوي مساحة المثلث أ د ج، وعندي برضو د ه هيكون متوسط في المثلث اللي هو ب ه ج، برضو هيكون مساحة المثلث ب ه د هتكون بتساوي مساحة المثلث اللي هو د ه ج. لو أنا طرحت مساحة المثلث الكبير من مساحة المثلث الصغير دوت، هينتج مساحة المثلث أ ب ه اللي هو عايزها بتساوي مساحة المثلث أ ج ه. هنكتب الكلام ده، هنقول بما أن د منتصف القطعة ب ج، يبقى كده إذن أ د ده هيكون متوسط. هنستنتج ايه؟ ان أ ده المتوسط في المثلث الكبير اللي هو أ ب ج. يبقى كده هقول إذن مساحة المثلث أ د ب هتكون بتساوي مساحة المثلث أ د ج. كده المتوسط قسم لي المثلث الكبير لمثلثين متساويين في المساحة. وانا عندي برضو ه د متوسط، هقول بما ان ه د برضو متوسط في المثلث اللي هو ب ه ج، ب ه ج. اللي هنستنتجه دلوقتي ان مساحة المثلث ب ه د، مساحة المثلث ب ه د بتساوي مساحة المثلث ه د ج. كده لو طرحت مساحة المثلث الصغير اللي انا جبته ب ه د ده من المثلث الكبير، هينتج ان أ ب ه هتساوي أ ه ج. يبقى كده لو انا سميت دي رقم 1 ودي رقم 2 وكتبت بطرح 2 من 1، ينتج ان مساحة المثلث أ ب ه اللي هو عايزه هتكون بتساوي مساحة المثلث أ ج ه. بعد كده السؤال الثالث ب، المثلث أ ب ج
فيه ألف ب بتساوي 12 سنتي، وب ج 13 سنتي، وألف ج 7 سنتي. حدد نوع المثلث من حيث زواياه. هنا دلوقتي عايزين نحدد نوع المثلث. بنعمل السؤال ده بخطوتين. أول خطوة بشوف فين الضلع الكبير. الضلع الكبير اللي هو ب ج ب13 هناخده نربعه. ب ج الكل تربيع هيساوي 13 تربيع، هتكون بتساوي 13 تربيع هتساوي 169، هتساوي 169. وهناخد الضلعين الصغيرين وهنربعهم ونجمعهم. يبقى كده عندي ألف ب تربيع هجمع عليه ألف ج تربيع. ألف ب تربيع اللي هو 12 لما ربعه يبقى 144. هجمع عليه ألف ج اللي هو ب7، 7 لما نربعها هتبقى 49. دلوقتي هنجمع 144 زائد 49 هتكون بتساوي 193. هتساوي 193. كده الضلع الكبير هيكون أصغر من مجموع الضلعين التانيين، يبقى كده ده مثلث حاد. يبقى كده هقول بما أن ب ج الكل تربيع أصغر من ألف ب الكل تربيع زائد ألف ج الكل تربيع، يبقى كده إذا المثلث حاد الزوايا. بعد كده السؤال الرابع ألف في الشكل المقابل. ألف ب ج د شكل رباعي فيه قياس زاوية ب ج د ب90 درجة، وقياس زاوية ب ألف د برضو ب90 درجة، ومديني ألف ه عمودي على ب د، وعندي ب ج ب7 سنتي، وج د ب24 سنتي، وألف ب ب15 سنتي. اوجد طول ب د. عايزين نجيب أول حاجة ب د. ب د ده هقدر أجيبه من المثلث ب ج د، مثلث قائم وعارفة فيه ضلعين، هنستخدم نظرية فيثاغورس وهنجيب ب د. يبقى كده هقول في المثلث ب ج د بما أن قياس زاوية ج هتساوي 90 درجة، يعني ده مثلث قائم، إذا هنستخدم نظرية فيثاغورس. ب د ده وتر، يبقى أقول ب د الكل تربيع هيكون بيساوي مجموع ضلعي القائمة اللي هو ب ج الكل تربيع زائد ج د الكل تربيع. ب ج اللي هو ب7 تربيع يبقى ب49 زائد ج د اللي هو 24 أس 2. 24 أس 2 هيساوي 576. 576 هنجمع دلوقتي 576 زائد 49 هتساوي 625. كده هتساوي 625. ده ب د الكل تربيع. عشان نجيب ب د بس هناخد الجذر التربيعي ل625، هناخد جذرها هيساوي 25. يبقى احنا كده جبنا أول مطلوب ب د ب25 سنتي. هو هنا دلوقتي عايز المطلوب التاني طول مسقط ألف ب على ب د. مسقط ألف ب هنمسك نقطة نقطة. أنا عايزة أجيب مسقط ألف ب. الألف لما هتنزل على ب د هتنزل عند ه، والب هتنزل في مكانها نفسها، مسقطها هيكون نفسها لأنها موجودة على ب د. يبقى كده احنا دلوقتي عايزين نجيب ب ه هو ده المسقط بتاع ألف ب. يبقى احنا كده عايزين نجيب طول ب ه. عشان اجيب ب ه هستخدم نظرية اقليدس في المثلث ب ألف د. ده مثلث قائم والزاوية القائمة نازل منها عمود، يبقى هنا هنستخدم نظرية اقليدس. عشان اجيب ضلع من أضلاع القائمة يبقى كده هنجيب الجزء ده ازاي. هقول في المثلث ألف ب د بما أن قياس زاوية ألف بتساوي 90 درجة، وبما أن ألف ه عمودي على ب د، ألف ه عمودي على ب د، إذا كده دلوقتي هنقدر نستخدم نظرية إقليدس. يبقى أنا عايزة أجيب، لو أنا عايزة أجيب ألف ب اللي هو ضلع القائمة هضرب ب ه في ب د الكل.
يبقى كده ألف ب الكل تربيع هتساوي مسقط ألف ب اللي هو ب ه في الوتر اللي هو ب د. كده عندي ألف ب ب15 هنربعها هتساوي ب ه عايزينها في ب د جبناه ب25. كده 15 أس 2 15 أس 2 هتساوي 225. 225 هتساوي ب ه في 25. هنا هنقسم على 25 وهنا على 25. 25 هتروح مع 25 وهنقسم 225 على 25 هتساوي 9. يبقى احنا كده جبنا ب ه اللي هو المسقط بتاع ألف ب هيساوي 9 سنتي. بعد كده السؤال الرابع ب في الشكل المقابل ألف ب ج د شكل رباعي في ألف د توازي ب ج وعندي ألف ج تقاطع ب د في النقطة ه. اثبت أن مساحة المثلث ألف ب ه اللي هو المثلث ده بتساوي مساحة المثلث د ج ه. هنا دلوقتي طالما عندي ضلعين بيوازوا بعض هندور على مثلثين مشتركين في قاعدة واحدة. هنا عندي المثلث ألف ب د والمثلث ألف ج د مشتركين في القاعدة ألف د ومحصورين بمستقيمين متوازيين. يبقى كده استنتج ان المثلث ألف ب د مساحته هتكون بتساوي مساحة المثلث ألف ج د. كده لو حذفت من المثلثين دول مساحة المثلث ألف ه د هينتج ان مساحة المثلث ألف ب ه بتساوي مساحة المثلث د ه ج. هنكتب الكلام ده. هقول المثلث ألف ب د والمثلث ألف ج د يشتركان في القاعدة اللي هي ألف د. ده ألف د وده ألف د. كده هقول ايه تاني؟ هقول بما أن ألف د بتوازي ب ج يبقى كده عندي مثلثين مشتركين في القاعدة واحدة اللي هي ألف د ومحصورين بمستقيمين متوازيين. اللي هنستنتجه إذن مساحة المثلث ألف ب د هتكون بتساوي مساحة المثلث ألف ج د. كده ان المثلثين دول هيكون بيساوي بعض. دلوقتي هنحذف مساحة المثلث ألف ه د من الطرفين. هقول بحذف مساحة المثلث ألف ه د من الطرفين هينتج ايه؟ ينتج أن مساحة المثلث ألف ب ه مساحة المثلث ألف ب ه هتكون بتساوي مساحة المثلث د ج ه. وممكن برضو حد ياخد مثلثين غير اللي احنا خدناهم، ياخد المثلث ألف ب ج والمثلث د ب ج مشتركين في القاعدة اللي هي ب ج ومحصورين بين مستقيمين متوازيين. يبقى برضو المثلث ألف ب ج هيساوي مساحة المثلث د ب ج. دلوقتي هنحذف مساحة المثلث اللي تحت اللي هو ه ب ج من الطرفين. هينتج برضو ان مساحة المثلث ألف ب ه تساوي مساحة المثلث د ج ه. بعد كده السؤال الخامس ألف في الشكل المقابل عندي ألف د يوازي ب ج. ألف د يوازي ب ج ومديني ألف د ب4 ومديني ب ج ب8 وعندي ألف ه ب3 وه د ب2 سنتي. اثبت أن المثلث ألف ه د يشابه المثلث ج ه ب. قلنا عشان نثبت تشابه في حالتين شروط تشابه المثلثين. أول حاجة إن الزوايا المتناظرة تكون متساوية أو الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة. هنا هنثبت الزوايا عندي عشان عندي أقدر أجيب زاوية ب هتساوي زاوية د بالتبادل وهجيب زاوية ج هتساوي زاوية ألف بالتبادل وعندي زاوية ب ه ج هتكون بتساوي ألف ه د بالتقابل بالرأس. يبقى هنكتب الكلام ده. هقول بما أن ألف د بيوازي ب ج هيساعدني التوازي في ايه؟ اقول اذا قياس زاوية ب هتكون بتساوي قياس زاوية د بالتبادل. وعندي ايه تاني؟ واقول له اذا برضو قياس زاوية ج هتكون بتساوي قياس زاوية ألف برضو بالتبادل. وايه تاني الشرط التالت؟ ان
زاوية ب ه ج، هقول بما أن قياس زاوية ب ه ج هتكون بتساوي قياس زاوية ألف ه د. ألف ه د دي بالإيه؟ بالتقابل بالرأس. كده جبت الزوايا المتناظرة متساوية. يبقى كده هقول إذن المثلث ألف ه د زي ما هو مديهولي يشابه للمثلث ج ه ب. ج ه ب. تاني مطلوب عندي عايز محيط المثلث ه ب ج. ه ب ج. محيط المثلث ه ب ج. عشان نجيب المحيط احنا دلوقتي ثبتنا ان المثلثين متشابهين. دلوقتي هنجيب الأضلاع المتناظرة هتكون متناسبة طالما المثلثين متشابهين. يبقى أنا كده عندي ألف ه على ج ه هيكون بيساوي ه د على ه ب، وألف د هيكون ألف د على ج ب. كده دلوقتي عندي ألف ه ب3 على ج ه على ج ه مش عندي، عايزين نجيبه عشان نقدر نجيب المحيط. وعندي ه د ب2 على ه ب. ه ب مش عندي، عايزين نجيبها. هتساوي ألف د ب4 على ج ب. ج ب مديهالي ب8. يبقى كده دلوقتي أنا عايزة أجيب ج ه، يبقى اخد النسبتين دول مع بعض، النسبة اللي أنا عايزة فيها حاجة والنسبة الكاملة. يبقى كده عندي 3 على ج ه هتكون بتساوي 4 على 8. عشان أجيب ج ه هنعمل مقص 3 في 8 على 4. 3 في 8 ب24 على 4 هيكون بيساوي 6 سنتي. يبقى أنا كده جبت ج ه ده ب6 سنتي. بعد كده لسه عايزين نجيب ه ب. يبقى كده ه ب هتساوي 2 في 8 على 4. 2 في 8 16 على 4 هيكون بيساوي 4 سنتي. يبقى أنا كده جبت ه ب كمان ب4 سنتي. دلوقتي نقدر نجيب المحيط. هنجمع الأضلاع، يبقى هجمع 4 زائد 6 زائد 8. محيط المثلث ه ب ج هيكون بيساوي 4 زائد 6 زائد 8. 4 و6 10. 10 زائد 8 هيبقى 18 سنتي. بعد كده السؤال الخامس ب. في الشكل المقابل مديني ألف ب المستقيم ألف ب يوازي د ه وس تنتمي للمستقيم ألف ب وص تنتمي للمستقيم ألف ب، ومديني س د ه ص مستطيل. س د ه ص ده مستطيل، وعندي ألف د يوازي ب ه، وعندي د ه ب12 سنتي، وصاد ه بيساوي 24 سنتي. صاد ه ده ب24 سنتي. اوجد مساحة الشكل ألف ب ه د. ألف ب ه د. ألف ب ه د ده في كل ضلعين متقابلين متوازيين فده متوازي. ألف ب بيوازي د ه، وهو مديني ألف د بتوازي ب ه، فالمتوازي ده ايه علاقته بالمستطيل اللي هو س د ه صاد؟ لو المستطيل والمتوازي مشتركين في قاعدة واحدة، هما فعلا مشتركين في القاعدة د ه ومحصورين بين مستقيمين متوازيين، فأنا هستنتج إن المتوازي مساحته بتساوي مساحة المستطيل. يبقى هنكتب الكلام ده. هقول المتوازي ألف د ه ب والمستطيل س د ه صاد يشتركان في القاعدة اللي هي د ه. الاتنين مشتركين في القاعدة د ه. وهقول بما أن المستقيم ألف ب يوازي المستقيم د ه، يبقى كده محصورين بمستقيمين متوازيين مشتركين في القاعدة واحدة اللي هي د ه. يبقى كده هستنتج إذن مساحة المتوازي ألف د ه ب هتكون بتساوي مساحة المستطيل س د ه صاد. لو دلوقتي قدرت أجيب مساحة المستطيل، وهنا هنعرف نجيبها عشان احنا عندنا الطول والعرض، هيبقى هي مساحة المتوازي. يبقى كده الخطوة اللي بعد كده هجيب مساحة
المستطيل اللي هو س د ه ص هيساوي الطول في العرض. الطول في العرض أنا عندي 24 في 12 هيكون بيساوي 24 في 12 288. يبقى كده أنا جبت مساحة المستطيل ب288 سنتيمتر مربع. يبقى كده هقول إذن مساحة الشكل اللي هو عايزه أ ب ه د اللي هو المتوازي أ ب ه د هتكون برضو بتساوي 288 سنتيمتر مربع. ده كده المطلوب الأول جبناه. بعد كده بيقول لي إذا كان أ د بيساوي 30 سنتي، أ د ده ب30 سنتي، اوجد طول العمود النازل من ب على أ د، يعني العمود اللي هينزل من ب على أ د العمود ده عايزين نجيبه بكام. احنا هنا جبنا مساحة المتوازي ب288، واحنا عارفين ان مساحة المتوازي بتساوي طول القاعدة وليكن القاعدة أ د في الارتفاع المناظر لها. يبقى كده انا عندي أ د، انا عندي القاعدة ب30 وعندي المساحة ب288، هنقدر نجيب الارتفاع. يبقى كده الارتفاع هيساوي المساحة على طول القاعدة. المساحة هنا 288 هنقسمها على طول القاعدة اللي هي 30، هتساوي هنا على 30 هتساوي 48 على 5. هنتك على زرار اس دي هيديني 9.6 سنتي. يبقى احنا كده جبنا الارتفاع ده ب9.6. بانتهاء السؤال ده تكون انتهت محافظة الجيزة. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. شكرا لكم، مع السلامة.